حسم الجيش الملكي الكلاسيكو لصالحه بعد فوزه اليوم الخميس على الرجاء الرياضي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة 17 من البطولة الاحترافية. وغابت الأهداف عن أحداث الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بسبب تحفظ كلا الفريقين، ما انعكس على محدودية الفرص وغياب الفعالية الهجومية. وبعد الاستراحة رمى الجيش الملكي بكل ثقله على دفاعات الرجاء الرياضي قبل أن يسجل هدفه الأول في الدقيقة 52 حمل توقيع لاعبه عبد الفتاح حدراف. وواصل الفريق العسكري تفوقه بإضافة هدف ثان بواسطة اللاعب رضا سليم في حدود الدقيقة 66 من أحداث المباراة. وأعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح الرجاء الرياضي، ونجح المهاجم آدم النفاتي في تحويلها إلى هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78. وبهذه النتيجة أزاح الجيش الملكي 35 نقطة، ضيفه الرجاء الرياضي 33 نقطة من وصافة البطولة الاحترافية، مبتعدا عن المغرب الفاسي المتصدر بنقطتين فقط. أمرت النيابة العامة بالرباط بوضع 136 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية مع الاحتفاظ بحدثين 2، وذلك على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي لحساب الجولة 17 من البطولة الاحترافية إنوي. وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء أمس الخميس أجواء متوترة رافقها تسجيل أعمال شغب وتخريب. أصدر منخرطو الرجاء الرياضي بلاغا موجها إلى الرأي العام الرياضي على خلفية المباراة التي جمعت الفريق بالجيش الملكي، عبروا من خلاله عن استيائهم من مجموعة من القرارات التحكيمية والتنظيمية التي رافقت اللقاء. وعبر المنخرطون عن استيائهم الشديد من القرارات التحكيمية المجحفة التي أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة، مشيرين إلى ما وصفوه بازدواجية المعايير في تطبيق القانون وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين. كما سجل البلاغ قلقا بالغا بخصوص الكيفية التي أديرت بها تقنية الفيديو في AR، خاصة في اللقطات الحاسمة، معتبرا أن بعض القرارات افتقرت للدقة والوضوح، ما يطرح حسب تعبيرهم تساؤلات حول مصداقية استخدام هذه التقنية في البطولة الوطنية. وانتقد منخرطو الرجاء كذلك الاختلالات التنظيمية التي رافقت المباراة، معبرين عن تضامنهم مع جماهير الفريق، خاصة الذين طالتهم توقيفات، ومطالبين بإنصافهم ومراعاة روح العدالة في حقهم. في المقابل وجه البلاغ تحية تقدير لرجال الأمن، مشيدا بالمجهودات التي بذلوها من أجل الحفاظ على النظام وسلامة الجماهير داخل الملعب. وطالب المنخرطون العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات، مع الدعوة إلى نشر التسجيلات الصوتية لغرفة في AR تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد البلاغ في ختامه تشبث المنخرطين بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح النادي وجماهيره بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة في إطار احترام المؤسسات والروح الرياضية. أصدر نادي الجيش الملكي بلاغا موجها إلى الرأي العام الرياضي على خلفية المباراة التي جمعته بالرجاء الرياضي، عبر من خلاله عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لكل السلوكيات غير الرياضية التي رافقت هذه المواجهة. وأكد النادي أن اللقاء الذي أقيم في ملعب يعد من بين الأفضل على المستوى العالمي، كان من المفترض أن يكون مناسبة كروية تعكس قيم التنافس الشريف والروح الرياضية، خاصة أنه جمع بين فريقين كبيرين لهما جماهيرية واسعة. وأشار البلاغ إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة وما رافقها من أعمال شغب وتصرفات غير لائقة تعد مرفوضة جملة وتفصيلا، لما لها من تأثير سلبي على سلامة الجماهير، فضلا عن إساءتها لصورة كرة القدم الوطنية. وشدد الجيش الملكي على تمسكه الدائم بقيم الاحترام ونبذ العنف داخل الملاعب وخارجها، داعيا في الوقت ذاته إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من سلطات وجماهير وفاعلين رياضيين من أجل ضمان تنظيم المباريات في أجواء آمنة تعكس الوجه الحضاري للرياضة المغربية. كما وجه النادي نداء إلى جماهيره من أجل التحلي بروح المسؤولية والالتزام بسلوك حضاري بما ينسجم مع المكانة
التي تمثلها جماهير الفريق. وفي ختام بلاغه جدد النادي تأكيده على انخراطه في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب والحفاظ على صورة الرياضة الوطنية وقيمها النبيلة. ندد نادي الرجاء الرياضي بأعمال العنف وسوء المعاملة التي تعرض لها عدد من جماهيره سواء داخل محيط الملعب أو خلال مختلف مراحل الولوج والتنقل خلال مواجهة الجيش الملكي برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية. وأعرب النادي الأخضر في بلاغ رسمي عن رفضه القاطع لكل الممارسات التي تمس سلامة وكرامة الجماهير والبنيات التحتية، وأكد النادي تضامنه الكامل ودعمه المطلق لجماهيره المتضررة، معبرا عن أسفه لهذه الأحداث التي لا تليق بصورة كرة القدم الوطنية ولا بروح المنافسة الرياضية، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجدد الرجاء الرياضي تأكيده على احترامه لمؤسسات كرة القدم الوطنية وحرصه الدائم على حماية صورة البطولة الوطنية وترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة. سيجرى ديربي الدار البيضاء بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي بدون حضور جماهيري، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة المركزية للتأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. ومن المرتقب أن تقام هذه المواجهة يوم السبت 9 من ماي انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في أجواء استثنائية بمدرجات فارغة. ويأتي هذا المستجد في أعقاب العقوبات الصادرة على خلفية أحداث مباراة الرجاء أمام الجيش الملكي، والتي قضت بإجراء مباريات الفريق الأخضر بدون جمهور، ما ينعكس مباشرة على مواجهة الديربي المرتقبة. ويعد هذا القرار ضربة لأجواء واحدة من أبرز مباريات البطولة في وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو حضور جماهيري كبير يميز عادة هذا الموعد الكروي.